السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في حلو وحادق مع شيرين. مستمرين في وصفات العيد الجميلة، وهنعمل ممبار وفشة ضرب نار. فيديو النهاردة جامد جدا جدا، تابعوني لآخر الفيديو هتستفادوا بحاجات وتكات وحركات تحفة. لو عجبتكم الوصفة اوعوا تنسوني في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة، وشايفين الجمال والحلاوة والطعامة. يلا بينا بسرعة نبدأ. أول حاجة هنبدأ بيها الفشة، سهلة جدا. هنجيب الفشة ونغسلها كويس قوي ونسلقها زي اللحم، مفيش أسهل من كده. بعد كده هنجيب زيت وهنحط بصل جوليان زي ما انتوا شايفينه كده، شرايح. تمام. وهنبتدي نشوح فيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. أول ما البصلة تدبل معايا هنزل على طول بالفلفل زي ما انتوا شايفين. يا سلام على الجمال والريحة بقى، البصل مع الفلفل الألوان يا جماله. هننزل بشرايح الفشة زي ما انتوا شايفين كده، وهنشوح بقى الفشة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا مسلوقة كويس جدا زي اللحمة زي ما انتوا شايفين. وهننزل عليها بالملح والفلفل والكمون. ما تزوديش بهارات كتير في الاكل بتاعك عشان تحس بطعم الاكل كويس جدا. على فكرة كتر البهارات في الاكل بتضيع تست الاكل خالص. بعد التشويح بقى ده كان منظرها يا سيدي حلوة جدا جدا. كلي بقى بالعيش وايه ومخلل واديها. يلا بقى نعمل الممبار. سهل قوي، عندنا رز وعندنا زيت وعندنا كمان خضرة وبصل وطماطم معصورة وملح وفلفل وكمون وشطة. هننقع بقى الممبار في خل وملح وليمون، وملكوش دعوة بالشمس الشموسة عشان هي طالعة هي وولادها عندي في المطبخ، محدش ليه دعوة بالشمس خالص. تمام. هنبتدي بقى بعد ما نقعنا الممبار هنبتدي نعيد عليه تنظيف. بصوا يا شباب، انا الجزار اللي انا بتعامل معاه بيقلب لي الممبار وبينضفه لي كويس جدا عنده، وانا باجي انقعه واقلبه تاني واغسله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا انا بخلي الدهون جوه الممبار. اللي الناس اللي بتخلي الدهون بره، لا. طعم الدهون، كمية الدهون اللي موجودة في الممبار بتسيح مع الرز في التسوية، بتدي طعم للرز حلو جدا. انا بقى عدت عليه زي ما انتوا شايفين، ولو مليته ميه كده عشان اوريكم كم الشفافية اللي هو فيها. وشايفين طبعا الدهون هي دي اللي موجودة من جوه. كده الممبار بتاعي معايا زي الفل. هكتفي بكده؟ لا، هقطعه كويس جدا ويعني بحاول ان انا اخلي صوابع الممبار قد بعضها زي ما انتوا شايفين كده. وهنبتدي ننقعها تاني لحد ما نعمل التخديع. هنزل بكوباية الا ربع من الزيت زي ما انتوا شايفين كده، هتسخن معايا كويس جدا. هنزل عليها بكمية البصل. عايزة اقول لكم على حاجة كمان، تركة مهمة جدا. كيلو الممبار بياخد كيلو رز. الناس اللي بتحتار ان هي تقدر مقدار الرز ازاي، اي كيلو ممبار بيحتاج منك كيلو رز. تمام. وانا معايا 3 بصلات كبار زي ما انتوا شايفين متقطعين مكعبات كبار، عشان انا بحب طعم البصل وقرمشته كده جوه المحشي بصراحة. هننزل بقى بعصير الطماطم وهننزل بالتوابل بتاعتنا. والتوابل بتاعتي ايه الرئيسية؟ ملح وفلفل وكمون وشطة. ما بحبش احط اي نكهات تاني بهارات او حاجة على المحشي، بحس ان هي بتغير طعمه. الشطة هنا اختياري طبعا لو حابة تضيفيها. وهننزل بكمية الملح اللي مناسبة للكمية الطماطم اللي عندي. وكده اتسبكت معايا الطماطم وبقت زي الفل. يلا بقى نقلب الرز عليها. طبعا كيلو رز مصري مغسول ومصفيه كويس جدا، هنزل بيه على التخديعه بتاعتي. وكمان شبت وبقدونس. اللي حابب يحط كزبره يا جماعه دي ترجع لي برضو. انا ما بفضلش الكزبره قوي في المحشي، بحس ان هي بتغير الطعم بتاعه. بكتفي بالبقدونس والشبت. هنبتدي بقى ايه نحشي الممبار بتاعنا، وسهل جدا. وانا بحب حجم الممبار في الحجم ده، بيبقى كويس جدا وشكله حلو قوي على السفرة.
بمسك الممبار بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بين صوابعي كده ايدي الشمال، وببتدي ان انا احشي. برضو تركة مهمة ان احنا ما نملاش الممبار يعني جامد، بحيث ان هو ما يفرقعش معايا في السلق. دي الكمية اللهم بارك زي ما انتوا شايفين كده. نبططها بقى كده عشان يعني تاخد هوا بقى براحتها كده وتنفخ في المية على طول. نزلنا بحبة كمون وحبة ملح في المية المغلية بتاعتنا، وهننزل بالممبار على طول. ايه ده انتي ما ربطتيهوش؟ لا، احنا ما بنربطش الممبار ولا الحمام. اول ما بينزل في المية كده بيلم على طول زي ما انتوا شايفين، ولا رزية تخرج منه. شايفين الجمال؟ واستوى معايا وبقى زي الفل. هنجيب بقى زيت غزير وهنبتدي نحمر الممبار بتاعنا. خلي بالك عشان بيفرقع فرقيع ايه يا وعدي. شايفين اللون؟ جلد تحفة بجد، يستاهل بقكم. جربي الممبار على طريقتي بجد، مش هتنسي اي طريقة ممبار تانية. يلا بقى نحمر كده ونتابع التحمير. وده كان الشكل النهائي. طبعا دي الفشة اللي عملناها في اول الفيديو، قطعنا بقى عليها كده ممبار عشان لزوم الحركات والتكات. شايفين احلى طبق سمين يا سيدي، والممبار الذهبي الجميل الروعة بجد يستاهل بقكم. فيديو حلو جدا. اتمنى تكونوا وصلتوا معايا للمرحلة دي في الفيديو. اوعوا تنسوني في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة، ويا تكات ويا حركات على احلى اكلة بجد. انا على فكرة انا كنت عاملة جنبها كرشة، بس انا هعمل لكم فيديو للكرشة، فيديو منفصل كده عشان في تكات كتير. يا رب الفيديو يعجبكم، واستنوني في وصفة جديدة ان شاء الله.